ابني صحاني من النوم الفجر وقال لي يا ماما انا عندي امتحان ضروري النهارده، عايزك تيجي معايا وتعملي لوك هيفاء وهبي. انا قايل لاصحابي ان انا مامتي تبقى هيفاء. قلت له يا خرابي، هو انت كمان يعني انا هلاقيها منك ولا من ابوك؟ انا بقتش عارفه اعمل ايه يا جماعه والله. قمت بقى من الفجر عشان البس واجهز واعمل لوك خفيف صباحي كده عشان ابقى شبه هيفاء، والعيال صحابه في المدرسه يقولوا عليا ان انا هيفاء فعلا، محدش يقول عليه كداب. ما هو قايل لهم في المدرسه ان امه اسمها هيفاء وان امه هيفاء اصلا. المهم بقى رحت قايمه مركبه السنان وحاطه العدسات وحاطه القطره عشان خاطر عينيا ما يجيش فيها اي ميكروبات، وابتديت ان انا ارطب وشي بالسيروم ده. يا جماعه السيروم ده غريب جدا، عندي بقاله سنه مثلا، وكل مره بحط منه بنبهر بيه، معرفش ليه. يعني بصوا بيخلي وشي احمر فجاه كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا فجاه وشي بقى احمر بطريقه غريبه، يعني مجرد ما بحطه الدمويه بتجري في وشي كده. بحبه قوي السيروم ده والله العظيم، هو للاسف في اخره قرب يخلص. المهم بقى رطبت وشي كويس قوي كده، وطبعا ما تنسيش رقبتك معاك وايديكي واي حاجه مش مترطبه ترطبيها. بصوا النعومه والحلاوه. ابتديت بقى ان انا اعمل ايه الكونسيلر ده اغمق مني كام درجه كده، مثلا درجتين او 3. ابتديت ان انا اظبط بيه فوق عينيا عشان خاطر ارسم الحواجب واطلعها نفس حواجب هيفا في الصوره اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. وجبت الكونسيلر وابتديت ان انا اظبط الحاجب واخليه مظبوط شبه الصوره اللي في اول الفيديو بالظبط. لو وصلتي لهنا ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وتقولي لي رايك في الفيديو اهو زي ما انتم شايفين. وجبت اللوز باودر وثبت كويس، وجبت الاي شادو وابتديت ان انا اعمل الوان فاتحه وادرج الالوان من الفاتح للغامق. يعني ال3 درجات البني اللي جنب بعض حطيتهم، اللي هو بني فاتح بني وسط وفي الاخر بني غامق. هتلاقوا اللون غمق معاكم كده زي ما انتم شايفين. وجيت هنا في اول العين في طرف العين وفي اخر العين حطيت باللون الاسود، وابتديت ان انا ادمج على بره زي ما انتم شايفين كده، باخد من جوه على بره عشان خاطر ادمج كله مع بعض. وجبت في النص حطيت كونسيلر وقفلت عيني كده وفتحتها على فوق عشان يطبع فوق، وحطيت فوقه مش باودر بقى، اي شادو اصفر مصفر كده شويه اهو. لو لسه بتتفرجي ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وتقولي لي رايك في اللوك بقى. وجبت طبعا السيرم نضفت تحت عيني كويس ومسحت الزوايد بالمنديل، وابتديت ان انا اركب الرموش. تمام، احنا كده هنركب الرموش وهنشتغل في الوش، وبعد كده هنرجع تاني نكمل رسمه العين بتاعتنا. كده ركبنا الرموش وخلصنا بسرعه، نبتدي بقى نعمل رسمه العين. انا بعمل لكم بالظبط نفس اللوك بتاع هيفا اللي عاملاه في الصوره بالظبط. لو رجعتوا كده للصوره هتلاقوا نفس اللوك ونفس الرموش ونفس لون العين حتى والحواجب. المهم بقى جبت الفاونديشن بتاعي بتاع شي جلام. الفاونديشن ده نفس درجتي وبيأكسد درجه واحده بس، فبيبقى مناسب مش وحش، بس دمجه تحفه زي ما انتم شايفين. بصوا الدمج يا جماعه روعه روعه روعه. لو حد فاكر ان هو درجته افتح مني، بالعكس خالص، ده لما بحطه بحس ان انا غمقيت اصلا. هتشوفوا في اخر الفيديو. بصوا على لون الرقبه ولون الايد هتلاقوهم اساسا افتح من لون الفاونديشن. بعد كده بقى بعد ما دمجت كويس قوي، بصوا بدمج بالفرشه دي. الفرشه دي خطيره بتاعه الفاونديشن، هي غاليه حبتين 3 بس الصراحه تستاهل. جايباها برده بقالها سنه مثلا، ويعني بتعيش معايا. المهم بقى ان انا حاولت ان انا اعمل وش هيفاء وهبي، وشها اللي ما فيهوش غلطه اللي هو شبه المرايه ده. وابتديت ان انا اجيب الكونسيلر بتاع لوريال. طبعا حاجات دي مقاطعه بس هي عندي من بدري، الحاجات دي بقالها سنه عندي. وابتديت ان انا اظبط الكونتور كمان عشان هي مكنتره وشها في الصوره دي، وشها قمر قمر قمر. معرفش الست دي بتصغر ولا ايه. المهم يعني ابتديت ان انا اظبط كونتور المناخير اهو زي ما انتم شايفين، وكونتور الخدود. لو وصلتي لهنا بقى اعملي لايك يا قمر. هي كانت خدودها حلوه قوي في الصوره. وكونتور الشفايف عشان انا مش عامله فيلر زيها، هدي شفايفي تحديده كده اللي هو نفخه كده وهميه، يعني عشان اعرف برضو اخرج. يعني مش هخرج الصبح بالمنظر ده، اكيد هظبط يعني الدنيا عشان ما يبقاش شكلي اوفر. وجبت بقى البلاشر اللي هو ده لونه بينك حلو قوي قوي، بس انا كترت قوي ما اعرفش الموضوع وسع مني قوي. هثبت دلوقتي كونسيلر زي ما انتم شايفين والبلاشر. بصوا اتصدمت بقى هنا، اتصدمت اللي هو ايه ده، في ايه التسلخات اللي طلعت لي في خدودي دي. المهم بقى رحت خففت البلاشر كتير. انا عايزه برضو يبقى خدودي ممرده وحمرا كده كاني عامله حقن فيلر، فاهمين. جبت الكونسيلر ونضفت كده من تحت كويس قوي تحت الكونتور والبلاشر، وابتديت ان انا اظبط الوش كده. احنا اصلا يعتبر خلاص بشطب بنمحر. لو لسه بتتفرجي بقى اعملي لايك. وابتديت ان انا اجيب اللوز باودر واثبت كده الاماكن اللي انا عايزه اثبتها عشان انا وشي بشرتي مختلطه، فممكن كل ده يسيح على بعضه لو ما ثبتش بسرعه بسرعه بسرعه. خلاص زي ما انتم شايفين كده ثبت، وسايبه الخدود زي ما انتم شايفين حمرا
كده ليه؟ لان انا لما احط الباودر واثبت في الاخر خالص هتلاقوا اللوك طبيعي جدا. عشان كده بتزودي البلاشر وانتي بتحطي الميك اب، بس مش زي ما انا حطيته بالغلط كده، لا بتزوديه زي ما انا عاملاه كده. هنا ثبت كل حاجه، ثبت شفايفي، ثبت خدودي، كل حاجه تتخيلوا اهو. جبت الديب لاينر وعملت الخط ده كده اهو، خط واحد كده كفايه قوي طالع. مش هعمل بقى الايلاينر بتاع الفراعنه ده. وهظبط من قدام برضو الدنيا كده، واظبط العين من قدام نفس العين بتاعه هيفا بالظبط. وجبت الهايلايتر وابتديت ان انا المع وشي عشان يقولوا عليا وشي بيلمع وفي نضاره وما يبانش ان انا حاطه مكياج. طبعا يعني مش عايزه حد يعرف ان انا حاطه مكياج. لو وصلتوا للجزء ده اعملوا لايك وكومنتات وقولوا لي رايكم في الميك اب. وجبت الاي شادو البني اللي انا حطيته فوق عينيا، حطيته تحت عينيا ودمجته كويس قوي قوي قوي. وجبت الروج القمر ده لان انا ما كنتش عايزه احط الصبح حاجه نود، كنت عايزه احط حاجه على نبيتي شويه. بس كده انا كده خلصت اللوك بقى. وابني كمان كان بيلبس وانا كده خلاص بفنش اللوك عشان خاطر انزل اروح معاه الامتحان، عشان خاطر ارفع راسه وسط اصحابه ويقول ان انا فعلا ماما اهي. هم فاكرين ان انا هيفاء وهبي، فهم هيفكروا فعلا ان انا هيفاء وهبي ولابسه طرحه طبعا بالنهار. اكيد مش هخرج بشعري يعني بالنهار. وانا كده خلاص فنشت اللوك بقى. عايزاكم تقولوا لي رايكم، ها طلعت شبهها ولا مش شبهها ولا احلى؟ دي الضوافر برضو ركبتها بالنهار ولبست كده اكسسوارات والذهب بتاعي حاجات بسيطه. وده احنا اهو خلاص نازلين تمام. بس كده خلاص، باي باي.